السلام عليكم أعزائي المشاهدين. وبعد مباراة الزمالك اليوم مع الاتحاد السكندري، خليني أقول لك كلمتين. إيه يا عم وليد، أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن مشكلة الزمالك مش كروية، مشكلة الزمالك إدارية. إزاي الكلام ده؟ النهارده فرقة كانت ماشية بشكل كويس، المصيبة حلت علينا أو على فرقة الزمالك من مباراة أسوان. أيوه، من مباراة أسوان. إيه اللي حصل بالظبط؟ طلع رئيس النادي، فوجئنا ان في اتنين مستبعدين من المباراه، وهو فتوح وعبد الله جمعه، بدون ابداء اي اسباب. ومره واحده لقينا رئيس النادي طالع يتكلم على لعيبه بتلعب جوه الفريق اللي هو المفروض مديره. طبعا يا اخي يا استاذ مرتضى، حتى من باب انك انت ما تفضحش مسلم، ما كانش فيه داعي انك انت تتكلم حتى لو الولاد دول بيعملوا الحاجه دي. ودي كانت بدايه النهايه لفرقه الزمالك، واتمنى ما تكونش نهايه موسم كروي لفرقه الزمالك السنه دي، لان بالوضع ده الزمالك ممكن ما ياخدش حتى المركز الثاني ويلعب في دوري ابطال افريقيا. كل موسم لازم مرتضى يعمل يتعب وبيوفر بالفعل حاجات كتير للفرقة، ولكن مرتضى منصور هو كلمة السر في نادي الزمالك على مدار 15 سنة فاتت. فأتمنى من جمهور الزمالك ما يزعلش. اوعى تحط في دماغك الاخفاقات اللي جايه كتير. طول ما المشاكل الاداريه دي موجوده، وطول ما اللاعب مش حاسس بالامان من المدير اللي هو بيديره، صدقني مش هيأدي في الملعب بالشكل اللي انت شايفه. لعيبه الزمالك قدامها حاجه من الاثنين: لا تستسلم للحاجات دي وتروح في طي النسيان، لا اما كل واحد يلعب لاسمه ويقدر ان هو ينزل الملعب ويقاتل. كل الكلام خلص. اتمنى التوفيق للجميع، وما تنساش دعمنا في القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.